السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نورة برهم. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والدنيا كلها بخير على الأمة الإسلامية وعلينا جميعا يا رب. إن شاء الله رمضان كريم علينا جميعا إن شاء الله. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتنا، هنعمل الكنافة بالمانجا وبالفراولة اللي هي الترافل. هنعمل الكبات ديت من احلى وانجح الكبات اللي اي حد ممكن يعملها، حتى لو حد حابب يعمل مشروع او يعمل مشروع جديد ان هو يشتغل في حاجة زي دي. تعالوا نشوف هنعمل الفيديو ده ازاي، وتعالوا نشوف المانجا والكنافة دي اتعملت ازاي بالمانجا وبالفراولة. ازاي نعمل الطبقات اللي هي الكريمة والكنافة والفواكه اللي موجودة في قلب الكنافة بالشكل ده. يلا نشوف الفيديو. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس. معايا المكونات بتاعتي اللي انا هعمل بيها النهارده الكنافه الحلو بتاعي. معايا نص كيلو كنافه انا سايباه في المطبخ ياخد الرطوبه بتاعه المطبخ وينشف، وبكسره بالطريقه اللي احنا شايفينها دي كده. بحط عليه نص كوبايه سمنه سايحه، بشربه الكنافه كده بالشكل ده كده. اشربها بايدي، هاخدها كده وبسها كده بالشكل ده كده، واشرب كل قطعه منها السمنه، وهبدا انزل بيها واخدها على الفرن تحت الشوايه، وافضل اقلب فيها لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه، ونيجي نكمل احنا هنعمل ايه. بعد ما احمرت عندي الكنافه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، دي يعتبر ربع كيلو كنافه، لان انا شلت نصها عشان حسيت ان هي كتير في الصاج، وكمان هتبقى كتير على المدار اللي انا هعمله. فده ربع كيلو، والربع التاني انا شايلاه ممكن احطه في الفريزر او استخدمه في اي حاجه تاني، او ممكن استخدمه واطلعه لحاجه زي كده نفس الطريقه، برضو اعمل حاجه تانية بنفس الطريقه. دي هسيبها تبرد. طبعا مش هسقيها عسل ولا حطيت عليها سكر بودره يا جماعه، يا ريت محدش يحط على الكنافه سكر بودره ابدا، لان بيعمل بعد كده بيخلي الكنافه تسكر، او بيخلي الكنافه تعضم اثناء دخول الفرن. فبلاش سكر بودره. اللي هيحب يحط قطر ماشي، او شربات، او غير او عسل، غير كده لا. طبعا انا مش هحط لها عسل، انا هكتفي بالعسل اللي هيبقى السكر اللي هيبقى موجود في الكريمه. هبدا اشيلها تبرد، وهنيجي نبدا نضرب الكريمه. معايا مكونات الكريمه: معايا كوبايه كريم باستري، معايا 5 معالق سكر، معايا فانيليا سايله، معايا نص كوبايه كريم جانتيه متحده بدون سكر. طبعا الكريم باستري بتيجي فيها سكر عشان نبقى عارفين. 5 معالق سكر، واللي عايز يزود حسب رغبته هو ايه، بيحب الحاجة حلوة قوي ولا معقولة ولا متوسطة، على حسب رغبة اللي برضو اللي عايز الحاجة مدى الحلاوة بتاعتها ايه. هناخد الكريم باستري كوباية، نص كوباية كريم جانتيه. ممكن نعكس لو عايزين حاجة تبقى خفيفة، ممكن نعكس كوباية الكريم جانتيه ديت، نص الكوباية ديت نخليها كوباية، والعكس كريم باستري نخليها نص كوباية. هاخد 5 معالق سكر عادي. هنحط كوباية حليب، كوباية وربع، دي بتشيل كوباية وربع. الكوباية ديت لبن متلج من الفريزر. نبدأ نضرب المكونات دي مع بعض. كده عندي القوام بتاعها ظبط بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، لا هو خفيف ولا هو تقيل قوي. لو عايزة سنة لبن صغيرين ممكن نديها، عشان خاطر الكريمة دي من أجود الأنواع الكريمة اللي هي المتحدة. لو عايزة مني شوية لبن صغيرين ممكن اديها قيمة ربع كوباية كده لو عايزة، عشان خاطر الكريمة دي بتدي لي قوام حلو جدا، لأن دي كريم هايبر متحدة احنا لا غنى عنها، يعني عارفين هي القوام بتاعها بيبقى تقيل شوية عن أي كريمات تانية. هنبدأ بقى نجيب الحشوات اللي هنحشي بيها. الحشوات اللي هبدأ استخدمها: عندي مانجا قطع، دي مانجا متفرزة، طبعا مفيش مانجا اليومين دول فريش، بس بجيب المانجا اللي هي ملحمة زي النعومي او اللي هي الزبدية ديت، دايما بتبقى كويسة. بس في فكرة بقى ان انا هحط جيلي تلميع ابيض شفاف عليها عشان يغلف لي حبات المانجا. عندي الفراولة دي فريش والقطعة بتاعتها، ناخد القطعة اللي هي الدبلات اللي طلعت من الفراولة والمانجا،
هي اللي هنحطها في النص، والباقي ده هيتحط على الوش. هنبدأ ننزل الكريمة الأول. بحاول أفردها بالاسباتيولا من غير ما أجي جنب الحروف، عشان خاطر أحافظ على شكل القالب بتاعي. أبدأ أنزل بطبقة كنافة. الكنافة عندي مفرفرة بالشكل ده كده، وفي نفس الوقت مقرمشة. اللي حابب يضيف عسل زيادة في الكنافة ممكن ان هو يضيف كده زي ما هي كده، بعد ما يرصها يضيف عليها حاجات بسيطة. اللي بيحب حاجة حلوة قوي يعني او مسكرة قوي، لكن اللي بيحبها عادية كده او معقولة يكتفي باللي احنا عملناه. وكفاية السكر اللي موجود في الكريمة واللي موجود طبعا في الفاكهة، عشان ما تبقاش مسكرة قوي. احاول اوزع واعمل حسابي ان في طبقات تانية هتتحط، معبيش قوي كده. هبدأ احط كمان طبقة كريمة تاني. هنبدأ ناخد المانجا بعد ما عملنا كريمة بالشكل ده. نبدأ ناخد قطع المانجا كده ونحطها على الأحرف بتاعة القالب كده عندي عشان تبان. وأحدد كمان الكمية اللي أنا هستخدمها قد إيه عشان خاطر الفراولة. بتديلي ألوان شكلها حلو في نفس الوقت، يعني العين بتاكل قبل هبدأ اخد الجزء بتاع الفراولة بالشكل ده كده، برضو زي ما عملنا في المانجا هنعمل في الفراولة. احط على الاحرف كده عشان اظهر الفاكهة واظهر الكريمة، وكل طبقة من الطبقات اللي انا عاملاها تبقى باينة. المزازة بتاعت الفراولة والمانجا مع الكريمة والكنافة بتدي طعم جميل جدا، وكمان بتبقى طعمها خفيفة، مش بتبقى تقيلة زي الكنافة التقليدية العادية بتاعتنا. لا، بتبقى طعمها خفيف لان فيها فاكهة. الفاكهة المزازة اللي فيها ديت بتكسر طعم الحلاوة اللي موجودة في السكر اللي هو اللي موجود في الكريمة او موجود في الكنافة. يعني حاجة خفيفة جدا، وكمان بنجيبها من بره غالية جدا. يعني الحاجات دي بتتباع بره بمبلغ وقدره. احنا ممكن نعمل يعني ده يعني مش هيكمل تكلفة ربع كيلو كنافة. عندنا طبعا كل الناس في بيوتها مفرزة مانجا من السنة اللي فاتت. كل الناس عندها فراولة في البيت. ممكن بنص كيلو فراولة نعمل الوصفة دي. هنبدأ ننزل بطبقة الكنافة، ودي هتبقى آخر طبقة، بس هحطها خفيفة جدا عشان أعمل حساب الكريمة وأعمل حساب طبقة الفاكهة اللي أنا هحطها من فوق، المانجا أو الفراولة. هداري بس بيها كده، بحاول إن أنا أحط على الأحرف عشان خاطر أبين الطبقات. يعني نص الكيلو كنافة ده ممكن يعمل لي في حدود 4 كبات زي اللي أنا عاملاه ده. شوف انت بقى هتعملي حاجة زي دي في البيت بأقل إمكانيات بقى، يعني بوصفة بسيطة جدا على فكرة. هي ما فيهاش أي افتكاسات، يعني هي بسيطة جدا. حتى أي حد مبتدئ يقدر إن هو يعملها. مش هنقول حد يعني حريف وكده، لأ، أي حد مبتدئ يقدر يعمل الحاجة دي. ممكن تاخديها معاكي هدية وانت رايحة لو معزومة على الفطار عند حد من الأهل أو من الأصحاب. كل الناس بتحب الحاجات اللي هي الجديدة، مبتحبش الحاجة التقليدية عامة. هنبدأ نحط طبقة الكريمة.
بعد ما سوينا عندنا الكنافة بالشكل ده كده، هنبدأ ان احنا نرص الفاكهة اللي هي الطبقة الأخيرة بتاعتنا. عندنا الفراولة متقطعة أنصاف بالشكل ده كده، هنبدأ ان احنا نرصها. نبدأ نشتغل بالشكل ده كده. بسم الله. بناخد القاعدة بتاعت الفراولة بنحطها كده، ونطلعها على اللي فوق منها بالشكل ده. هننزل بالمانجا بالشكل ده كده. يا ريت المانجا اللي هي بتبقى متفرزة تتقدم في ساعتها، يكون أفضل طبعا. منستخدمش المانجا اللي هي الصفرا يا جماعة، اللي هي السكري دي هتنزل مية، مش هتبقى مانجا خالص، مش هيبقى فيها لحمة أساسا. بعد ما خلصنا الكنافة بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، انا حاطه جيلي تلميع على البارد. لو مفيش جيلي تلميع على البارد عندك، ممكن ندهنهم بفرشة بشوية سيرب تقيل بتاع كنافة، او عسل كلوكوز بنفكه على المية بمعلقة مية، وبنبدأ ان احنا ندهن بيه عشان يديني لمعة للفاكهة بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لو عجبك النهارده الفيديو، ياريت تعملي اشتراك للقناة، وتفعلي زر الجرس، تعملي لايك عشان يوصلك كل ما هو جديد، وبالهنا والشفا.